في تبعات قضية بارون المخدرات التي تورط فيها سعيد الناصري رئيس مجلس إدارة الوداد البيضاوي المغربي، أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء مذكرة اعتقال في حق رئيس أحمر الدار البيضاء. ووفقا لما ذكرته وكالة فرانس بريس، فإن قاضي التحقيق استجوب الناصري صباح اليوم الجمعة بالإضافة لبقية المتهمين المقبوض عليهم، وعددهم 21 من أصل 25. وكان قاضي التحقيق في القضية قد قرر إصدار مذكرة اعتقال في حق رئيس الوداد إلى جانب العديد من الشخصيات المهمة بعد تورطهم في قضية اتجار دولي بالمخدرات والتزوير في أوراق رسمية. وعليه قرر المكتب المسير لنادي الوداد تشكيل لجنة ثلاثية خاصة لإدارة شؤون الواك قبل اتخاذ قرار نهائي فيما يتعلق بنصيري، وفقا لما ذكره موقع هسبريس المغربي. وكان المكتب المسير قد عقد اجتماعا طارئا صباح اليوم الجمعة من أجل دراسة مصير النادي عقب إلقاء القبض على رئيسه ومتابعة آخر مستجدات القضية. وأفضى الاجتماع إلى الاتفاق على قيادة الثلاثي سعد الدريب ومحمد طلال والبرناكي لقيادة سفينة الوداد في الفترة المقبلة، على أن يترأس سعد الدريب النادي مؤقتا.